تخيل معايا جريمة غريبة ما فيها لا شهود ولا دليل. الدليل الوحيد اللي لقاو هو ورقة مكتوب فيها الحقيقة مخبية في الوقت. كيما ما فهموش المحققين هاد العبارة، كنظن انه انتم غادي تكونوا فهمتوها. واش هاد الجريمة وقعت في الحاضر ولا في الماضي، ولا يمكن وقعت في المستقبل؟ في هاد السلسلة غادي تدخلوا معنا لعالم المحقق يوسف العسري، محقق اللي ما قدرش لساني يوصف الذكاء ديالو والغموض تاع هاد القصة اللي غادي تعيشوا معنا، اللي غادي تخليك تسول واش بصح يمكن الوقت يخبي الحقيقة تاع شي جريمة، وكيفاش قدر يوسف يجاوبنا على هاد السؤال، وعلاش الحقيقة اللي كنشوفوا بعض المرات تقدر تكون غير وهم وكذوب. ما نحرقش عليكم بزاف، خليكم مع قصة ساعة الصفر. يوسف العسري ربى في حي شعبي. باه كان عنده محل صغير في الحي اللي ساكنين فيه نيت، كيبيع فيه الخضره والديسير. يوسف ديما كيشوف باه مقاتل مع الوقت باش يجيب لهم الطرف تاع الخبز. اما الام تاعو كانت خدامه خياطه في نفس الحي. يوسف واخا كانوا والديه فقراء، ولكن ما كان خاصو حتى خير. يوسف من الصغر ديالو كان فضولي وكيرد البال لاي حاجه كدوز قدام عينيه. فاش كيمشي عند باه للمحل كان كيشوف الناس اللي كيشرو عند باه، يقدر يعرف الشخصيه تاع كل واحد فيهم غير من الحركات اللي كيديروا. كان عنده واحد الطريقه في الشكال باش يفهم الناس. الطفوله ديالو كانت عامره ذكريات زوينه مع العائله. كان ديما الوالد ديالو كيعاود يقصص من حياته وعلى كيفاش كيتقاتل مع الوقت. يوسف ديما كيحس بلي الوالد ديالو كيدير اللي فوق جهده باش يعيشوا احسن عيشه. يوسف ديما كيتفرج في القصص البوليسيه والوثائق اللي كيهضروا على المحققين والانجازات اللي داروا. يوسف اكتشف انه عنده ميول لهذا المجال. من بعد دخل يوسف في الاكاديميه تاع البوليس. دغيا بان التفوق ديالو في هذا المجال. كان ديما يجي الرتبه الاولى في التدريبات المتعلقه بالتحليل والمراقبه وحتى في تحقيقات القضايا التجريبيه. من بعد ما تخرج يوسف لا محقق، اول مهمه رسميه شدها كانت واحد القضيه تاع سرقه معقده، ولكن يوسف واحد الشخص كيدقق في لي ديتاي تاع لي ديتاي. هاد السرقه كانت في واحد المول وسط المدينه. الشفاره سرقوا كفر فور، كانوا فيه شي وثائق مهمه والاستثمارات الكبرى اللي غادي يديروا هاد المول في المستقبل، ولكن الطريقه باش داروا العمليه اللي كانت ذكيه. يوسف فاش بدا التحقيق ديالو كيكتشف شي حوايج في الشكل بحال الكاميرات كانوا خدامين عادي، ولكن ما يقدروش يدوا والو. اما الكفر فور ما مهروس ما والو، ولكن حلوا بواحد الطريقه عاديه، حيتاش اخترقوا النظام الالكتروني ديالو وخلاو في الداخل ديالو واحد الورقه مكتوب فيها شي عبارات يستفزوا البوليس. يوسف حل الشخصيه تاع هاد الشفاره، عرف انه غالبا غادي يكونوا اشخاص عزيز عليهم التحدي، عندهم خبره كبيره في المجال تاع التكنولوجيا والاختراق. ولكن السؤال المطروح، اش غادي يستافدوا من هاد الوثائق؟ هذا السؤال هو اللي بقى محير يوسف. من بعد مده قصيره عرض واحد لوزير السرقه في نفس المدينه. هاد المره ما سرقوش الوراق ولا شي وثيقه حساسه، انما سرقوا واحد الجهاز غالي بزاف كان مسؤول على خط الانتاج في هاد اللوزين. واللي خلى المحقق يوسف يتعجب هو انه هاد اللوزين كان مجهز بجميع وسائل الحمايه بحال الكاميرات الحراريه واجهزه استشعار الحركه. البيبان ماشي بيبان عاديين، وانما ابواب مصفحه كتحل غير بالبصمه. اكتشف يوسف انه جميع الاجهزه تخترقها، وقضيه تاع البصمه باش يحل الباب استعملوا بصمه واحد السيد كان خدام تما، ولكن كان شاد كونجي. ولكن كيفاش قدروا يسرقوا البصمه ديالو؟ هذا الشيء حير يوسف وضر في راسو، واللي كيزيد يعصبو وحتى هاد المره خلاو ورقه فيها عبارات كيستفزوا بها البوليس والمحققين. يوسف دقق في ديك الورقه مزيان وكيبان ليه بلي ستيلو باش مكتوب هاد الورقه ماشي ستيلو عادي، ما خافياش عليه هاد الماركه تاع الستيلو حيتاش حتى هو كيستخدمها، ولكن شخص عادي صعيب باش يشري هاد الماركه حيت كانت غاليه شويه وكتباع غير في المكتبات الكبار اللي كاينين في المدينه. هنا حس يوسف بلي شد راس الخيط، مشى قصد كاع المكتبات اللي في المدينه اللي كيبيعوا هاد الماركه وطلب منهم يقلبوا في كاع البنات على الاوقات اللي بيعوا فيها هاد الماركه. لقى جوج تاع الاشخاص اللي شراوها قبل السرقه. الاول عرفوا عليه انه شخص عادي خدام محامي، اما الثاني كان لابس كاسكيطه ونضاضر، الملامح تاعو ما كانوش باينين في الكاميرا. يوسف بذل مجهود كبير في هذه المحاوله ولكن ما خرج حتى شي نتيجه. يوسف بدا كيفكر في شي طريقه اخرى باش يعرف هاد الشفاره، وتفكر انه اخترقوا النظام للضحايا ديالهم. اذا غادي يكونوا استخدموا البيسي في هذه العمليه وغادي يكونوا خلاو شي بصمه الكترونيه في السيستم. يوسف استعمل شي خبراء في هذا المجال وبحثوا في السيستمات اللي اخترقوا الشفاره، تبعوا الخطوات اللي داروا ولحسن الحظ لقاو لا بي ادريس تاع البيسي اللي داروا به العمليات، وعرفوا المقام بالضبط ديال هذا البيسي. بقاو تيتبعوه حتى شدوه وسط واحد القهوه، والمفاجاه لقاوهم كاملين مجموعين تما كيخططوا لواحد العمليه اخرى. جابوهم من الكوميساريه وقروا لهم بكل شيء، وحتى الشخص اللي مخدمهم شدوا حتى داك الشخص وعرفوا انه كيتاجر في السوق السوداء كيبيع الوثائق الحساسه والتقنيات اللي كتخدمهم الشركات في الانتاج ديالها، وهذا الشيء كامل كتشري الشركات المنافسه. بدا الاسم تاع يوسف كيدور في المدينه بسبب هذه القضيه اللي يقدر يحل، ولكن الشهره ديالو قبلت بسبب واحد القضيه اخرى واللي هي جريمه قتل. لقاو واحد الجثه في واحد اللوزين قديم وتسد شحال هادي، وهذاك اللي قتلو ما خلاه حتى داريه. يوسف بدا كيدرس القضيه وكيحقق فيها، مع انه كاع البوليس اللي كانوا معاه عارفين ان هذه القضيه صعيبه، ولكن يوسف عنده راي اخر. من بعد ما قلب
قلبو بحث وسول، عرف بلي داك لوزي كتجمع فيه بعض المرات واحد العصابه واللي غالبا هي اللي غادي تكون قتلاتو. وبحث على هاد العصابه مزيان وعرف عليها شي معلومات خطيره. القضيه ماشي غير جريمه قتل وانما حاجه كبر. هاد العصابه عندها نفوذ كبير بحيث ان كل خطوه كيبغي يوسف يديرها كيحس بلي العصابه كتعرفها. في واحد الليله بقى يوسف في الكوميساريه كيقلب في ملفات تاع القضيه، هو لقى واحد الرساله مكتوب فيها ساعه الصفر قريبه، واش مستعد؟ من هنا عرف يوسف انه غادي تكون اعقد قضيه غادي تدوز في المسيره ديالو، وان المسار تاع القضيه غادي يتغير من هاد اللحظه.